اهلا بحضراتكم مره تانية لاستوديو الهواء، وبيشرفنا وينورنا في الاستوديو دلوقتي الاستاذ ايمن عز الدين الاعلامي والكاتب الصحفي اللي هيكون معانا ضيفنا في فقره الصحافه. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة غادة، وكل سنة وحضرتك طيبة. ونبدأ بالنابو نخ ده صباح الخير. انريمس كيمس. لا، قولها تاني بقى. النابو نخ انريمس كيمت. ده صباح الخير لا حضرتك، كامل دي مصر. نحن أسياد الحياة، نحن الشعب المصري العظيم. صحيح. برافو عليك، حلو قوي، بدايه ربنا جميله، يحفظك، بدايه كل سنة جميله يا وحضرتك استاذ ايمن، طيبة. ربنا يخليك. هنبدا باول خبر معانا. انطلاقا من دورها التاريخي وإيمانا بمسؤوليتها الدولية، شاركت مصر ممثلة في الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر بالعاصمة القطرية الدوحة. وحذرت مصر في كلمتها التي ألقاها مدبولي نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من كارثة الجوع كأبرز تحديات العصر، مؤكدة أن المأساة الإنسانية في غزة تعد مثالا صارخا على كيف تحول الصراعات دون تلبية الحقوق الأساسية للإنسان. كما أعلن رئيس الوزراء عن خطة مصر لاستضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الأعمار والتنمية في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة. وكشف مدبولي عن الركائز المصرية لمواجهة الفقر محليا من خلال مشروعات عملاقة مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة، اللتين تستفيد منهما أكثر من 60 مليون مواطن، ومشروع الصوامع القومي لتعزيز الأمن الغذائي. أستاذ أيمن، تعليق حضرتك على الخبر؟ هو في البداية يا أستاذ غادة، يعني ده ترسيخا لمجهودات و... وفكر القائد عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من 10 سنوات في المؤتمر العالمي للشباب، لما أرسى دعائم جديدة ومفاهيم جديدة لحقوق الإنسان. وطبعا منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خدت بالأفكار والآراء ووضعتها في مسودة رسمية في منظمة حقوق الإنسان بأن الفقر هو أمن قومي. فالفقر محاربته هو حق من حقوق الإنسان الأصيلة. يعني كان في مواضيع كتيرة كانت بتاخدها مؤسسات دولية، وبين قوسين ليها مآرب أخرى، بأن حقوق الإنسان هي الدفاع عن الرأي، هي حرية التعبير، ولكن كل ده مؤكد. الأهم منها الجوع، آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع. فالقائد عبد أطعمهم من جوع الفتاح، وأمنهم من خوف. انا أطعمهم من جوع يعني انا وأمنهم من مش خوف. بذاكر الايه، انا ما بذكرش اتفضل الايه، انا اتفضل. بدي مثال فقط لا غير. ولكن هو القائد عبد الفتاح السيسي زي ما اكدت القوي الامين ارسى قواعد جديده ومفاهيم جديده لحقوق الانسان. احنا عندنا في مصر زي ما حضرتك تفضلتي اكتر من 60 مليون، يعني اكتر من نص الشعب بيستفيد من حياه كريمه، وبيستفيد تكافل وكرامة. من تكافل وكرامه. وطبعا في حزم اجتماعيه قويه جدا بتتعمل في مصر. وبنشوف احنا لما نيجي ننسحب على للخارج، النهارده بنك الطعام في امريكا بيعاني من زياده اعداد الجوع في امريكا بعد الاغلاق اللي حاصل. فالمؤتمر ده من المؤتمرات الهامه جدا، وهو فيه يعني رمزيه محترمه جدا ان هو معمول في الدوحه، دوله قطر الشقيقه دوله غنيه، وبيتعمل مؤتمر من المؤتمرات الهامه جدا. حضروا رؤساء حكومات افاضل واشقاء واصدقاء، وبنتكلم في ان حقوق الانسان في مكافحه الجوع هي حاجه هامه جدا. الخبر التالي: رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن فخامة الرئيس أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية. مدبولي يقول: مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، ينظمها دستور مصر العام 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس. مصر حققت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة قفزة نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية. مصر تؤكد على مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان. لسه استكمال الخبر مرتبط يعني صحيح. هو ده المؤتمر الثاني للحزمة الاجتماعية الدولية، والمؤتمر الأول لمكافحة الجوع. الاثنين مرتبطين ببعض جدا. زي ما حضرتك تفضلتي، طبعا الحزمة الاجتماعية هامة جدا، لا سيما ان مصر ظهر للعالم انها 80% من مساعدات لاهالينا في غزه كانت بتطلع من مصر، وال20% من باقي دول العالم.
مصر بتأكد على ان الحزمة الاجتماعية والدفاع الاجتماعي عن المواطن الفلسطيني ولا سيما في القلب منه الغزاوي هو ده من اهم اولويات الوطن العربي بل العالم كله، في ان يكون هناك في مؤسسات بتدافع عن الحزمة الاجتماعية للمواطن الغزاوي، على اعتبار ان يتعمل له مواضيع مش لمساعدات غذائيه وفقط، لا يبقى في مساعدات لإنسانية ومشاريع متناهيه الصغر، يعني يبقى الموضوع اعطيني صناره ولا تعطيني سمك. الخبر التالي معانا: التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة. وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في عدد من مجالات التعاون المشتركة في ظل العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. كما تطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، فضلا عن التعاون بين الجانبين في مجال المنتجات الحرفية والتراثية والتمكين الاقتصادي. وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر على نجاح افتتاح فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، مشيدة بتنوع الجلسات داخل فعاليات المؤتمر. خبر حلو، خبر جميل ومرتبط طبعا باللي حضرتك تفضلت بيه، وهو الموضوع كله في اطار الدفاع المدني والاجتماعي عن الانسان. ده اللي كان بيرسي قواعده القائد عبد الفتاح السيسي على مدار اكتر من 10 سنين. بيتكلم على الانسان، البنية الاجتماعية للانسان. وكنا بنستثمر يعني كانت الناس كلها بتتكلم في ان هو كفايه مباني، لا هو الموضوع كان مرتبط بان في بنيه اساسيه للمجتمع وللدوله كمبنى كحجر وكبشر. وكان بيهتم جدا القائد بان يبقى الموضوع في اطار ان احنا في تطوير الإنسان من خلال البنية الإنسانية والبشرية والاجتماعية لتطوير الإنسان نفسه. الخبر التالي معانا: في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر وهيئة المعاشات الكورية مذكرة تفاهم تهدف إلى توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة. عقب مراسم التوقيع أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن توقيع المذكرة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة النظام التأميني في مصر عبر الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الكورية التي تعد من النماذج العالمية الرائدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن مجموعة من البنود التي تؤسس لمرحلة جديدة من تبادل المعرفة والخبرات من خلال تنظيم برامج تدريبية مشتركة والقيام ببحوث علمية وتطبيقية وتنفيذ زيارات دراسية متبادلة، إلى جانب تبادل الاستشارات الفنية والمعلومات المتعلقة بالتشريعات والنظم الرائدة في مجال التأمين الاجتماعي والمعاشات. خبر مهم، التأمين الاجتماعي والمعاشات حاجة بتهم وبتخص وبتمس حياة الإنسان، يمكن كمان خلال شغله، خلال فترة شغله، كمان بعد ما بيحل المعاش. دي حقيقة، فحاجة مهمة جدا وصمام أمان يعني. جدا. وكوريا الجنوبية متقدمة جدا في المظلة الاجتماعية والتأمين والمعاشات، من الدول المتقدمة جدا عالميا. احنا بنستفيد بتبادل الخبرات ما بين كوريا وما بين مصر في تطوير البنية التحتية للنظم المعلوماتية والرقمية للتأمينات والمعاشات. طبعا التأمين والمعاشات كان أرسى قواعده الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بشكل فيه كرامة للإنسان. وعلى مدار هذه السنوات طبعا مصر متقدمة، ما نختلفش في أن هناك حزمة قانونية وتشريعية بالنسبة للتأمين والمعاشات للمواطن المصري محترمة جدا، وكله شاهد عليها بعد ما أكدها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ولكن القائد عبد الفتاح السيسي بيأكد على فكرة الإنسان. هنرجع تاني للأخبار السابقة بأن البنية الأساسية للبشر، البنية الأساسية للإنسان في تطور مستمر احنا شفناه على مدار ال10 سنوات الأخيرة، وبتنسحب على التأمين والمعاشات.
واختار دولة محترمة جدا، دولة زي كوريا الجنوبية لها استثمارات ضخمة، والتبادل دوت هينسحب على الاستثمار في مصر ما بين كوريا وما بين مصر، وهنشوف دوت في الأيام اللي جاية إن شاء الله إن في تطور استثماري وفي البنية التحتية الرقمية للتأمين والمعاشات في مصر، فده موضوع مهم جدا. الخبر التالي معانا: وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون الزراعي المشترك وتشجيع الاستثمار الزراعي بالبلدين في مستهل زيارته العاصمة عمان. وزير الزراعة المصري والأردني يختتمان أعمال الدورة الثامنة للجنة الفنية الزراعية المشتركة، ويؤكدان التعاون ركيزة أساسية للأمن الغذائي العربي المشترك. فاروق يقول: العلاقات المصرية الأردنية نموذج راسخ للتعاون العربي المخلص، وشهدت نقلة نوعية في الأمن الغذائي. وزير الزراعة يقول: مخرجات اللجنة المصرية الأردنية تعكس روح التعاون العربي المشترك. وأكد الوزيران على أن اللجنة المشتركة تمثل إطاراً محوريا مهما للتنسيق المستمر لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة، كما أشار إلى أهمية أن يتم عقد اجتماع مشترك بين بعض المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأردنيين للتشاور وبحث فرص الاستثمار الزراعي بين البلدين في مجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المشترك. الزراعة وأهميتها. الزراعة وأهميتها والتنسيق العربي سيما ما بين دول الجوار زي الشقيقة الأردن. الموضوع فيه تكامل عربي مشترك. التكامل بيبدأ من الزراعة، من الأرض، من النبتة. بنبقى مصير واحد ووحدة واحدة. ده مشروع استراتيجي هام جدا ما بين مصر وما بين الأردن في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي. إن شاء الله بإذن الله بنعمل إنه ينسحب على بعض الدول الجوار الأخرى ودول العربية مجتمعة عشان يعني إيه نشوف حلم القائد يبقى فيه تكامل واستراتيجية اشتراكية في العمل العربي المشترك. طبعا هو كان الموضوع يعني توقف عسكريا، ولكن بنأمل ان هو يكون ان شاء الله في الزراعة وفي الصناعة وفي كل المجالات الحياتية بين العربي لان احنا واحدة. طبعا. الخبر التالي معانا: شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان حماية الأسر في الحروب والنزاعات، السياسات والتدخلات البرامجية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام في الفترة من 4 ل 6 نوفمبر الجاري في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالعاصمة الدوحة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ردا على سؤال عن تحول الدول من الإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل إلى برامج تعافي طويلة الأجل تركز على الأسرة، تعيد بناء التماسك الاجتماعي ونظم الرعاية. أكدت أن الانتقال من إدارة الأزمات طويلة الأمد إلى تعزيز التعافي الحقيقي يتطلب تغييرا جذريا في العقلية، فالإغاثة الإنسانية قصيرة الأجل تقدم ما يحتاجه المواطنون للبقاء على قيد الحياة: الطعام، الخيام، الدواء. أما التعافي طويل الأجل فهو نظام يعيد بناء آلية عمل المجتمع، كيف تكسب الأسر وكيف ترعى الأطفال وكيف تحكم المجتمعات نفسها. الموضوع ده برضه يا أستاذ غادة يعني بيكمل الأخبار اللي احنا تناولناها من خلال حضرتك، وبأكد على ان كانت جلسة حوارية للوزيرة معالي الوزيرة وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي. كانت ليها دلالة شديدة في التكامل بين قطر وبين مصر في بناء الإنسان، وموضوع الشراكة في عمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر من خلال الأسر البسيطة. اتكلمت معالي الوزيرة عن الجوع في غزة برضو والسودان زي ما احنا شايفين الفاشر. حقيقة الموضوع كتكامل ما بين قطر وما بين مصر في هذه الجلسة الحوارية، وكان نقاش مثمر جدا في ان يبقى في اهتمام زايد بالإنسان بالبشر، ويبقى في تعاون مثمر ما بين وزارة التضامن الاجتماعي في مصر وما بين وزارة التعاون الدولي القطرية في موضوع مكافحة الفقر.
الخبر التالي: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة يستعرض جهود الدولة في مجالي الصناعة والنقل خلال العامين الماضيين. الوزير يقول: مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلا وتوازنا قائم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها، وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية. رؤية الدولة الشاملة في الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب لم تكن معزولة عن الاضطرابات العالمية، بل كانت ردًا عمليًا عليها. مصر تعمل في قلب أفريقيا على دعم التكامل القاري من خلال منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والاستفادة من موقعها كبوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة. التنمية في فلسفة مصر ليست مشروعات فقط، بل بناء للإنسان وتمكين المجتمعات وتعزيز لكرامة العمل والإنتاج. النمو الاقتصادي وتأثيره على الإنسان. النمو الاقتصادي وتأثيره على الإنسان. احنا سمعنا جملة يا أستاذة غادة عالم اقتصادي أكثر عدلا وتوازنا من مين؟ من القائد عبد الفتاح السيسي من أكثر من 10 سنوات. النهاردة الكلام ده بيتحقق لما بيبقى فيه اتفاقيات ما بين مصر وما بين دولة أوروبية متقدمة لا سيما صناعيا. الاتفاق بيصل إلى عملية التوطين وليس النقل. توطين الصناعة يعني يجذر الصناعة وينقلها بكل تكنولوجياتها إلى مصر، يبقى التصنيع قائم في مصر. احنا كنا الأول بنعتمد على إن احنا نستورد أي صناعات أو أي استثمارات من على الوش كده زي ما بيتقال، او يعني بنستورد شيء مقابل المال. لكن القائد ارسى قواعد فكره توطين الصناعه. يعني احنا بفضل من ربنا بنصنع حاليا صناعات متقدمه جدا من المانيا، والمانيا متقدمه صناعيا جدا من بلجيكا، من بعض الدول الصناعيه الكبرى حاليا بتفتح مصانع في مصر لتوطين الصناعه. وده اللي بيتكلم فيه معالي نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير، بان في توطين صناعات حاصل في مصر بقاله دلوقتي حوالي 5 سنوات، واحنا بنشاهد ده حاليا في الصناعات الكبرى، في المشاريع الكبرى اللي بتتم على ارض مصر حاليا بتصنع من خلال ايدي مصريه 100%، وده انجاز عظيم. الخبر التالي: اتفاق غزة صلب رغم انتهاكات الاحتلال. نتنياهو يرفض المرور الآمن لعناصر المقاومة من الخط الأصفر. في اليوم 24 واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون الاتفاق هشا، وصفا إياه بأنه صلب، ومجددا تهديده بتدمير حركة حماس إذا لم تلتزم بالاتفاق وتتخلى عن سلاحها. وفي مقابلة موسعة مع شبكة CBS الإخبارية الأمريكية، قال ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإتمام اتفاق غزة، أنه دفعه في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن نتنياهو فعل بعض الأشياء التي لا أحبها. وحذر ترامب حماس قائلا: إذا أردت منهم التخلي عن السلاح فسأجعلهم يفعلون ذلك بسرعة كبيرة، وإلا سيتم القضاء عليهم، هم يعرفون ذلك. وفي أعقاب المصادقة في لجنة الأمن بالكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى، وصفت حماس هذه الخطوة بأنها تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى المعتقلين الفلسطينيين. حضرتك شايف الخبر ده إزاي؟ الخبر ده أنا بس من وجهة نظري الشخصية طبعا، هو الموضوع كله في إطار التمثيلية على الوطن العربي وعلى المجتمع الدولي عامة. في تمثيلية حاصلة ما بين نتنياهو وما بين ترامب وما بين جماعة حماس. للأسف الشديد دي وجهة نظري الشخصية. أولا في أكتر من 174 اختراق لعملية وقف إطلاق النار من حوالي 24 يوم. بيتكلم على طريقة العصا والجزرة السيد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إن لو حماس يعني عملت مش عارف ايه هديها حوافز عاملة ازاي. الموضوع كله في إطار تمثيلي بايخ للأسف الشديد. وهو يعني بيحمي نتنياهو من الملاحقة القضائية الدولية قبل ما تكون داخلية لإسرائيل، لأن ملاحق جنائيا دلوقتي نتنياهو ومطارد ومشرد في العالم، ما بيقدرش يطلع اي دولة اخرى عشان المحكمة الجنائية الدولية عملت مذكرة توقيف. احنا بنأمل في ان يعني الحمد لله بفضل الله السياسة المصرية سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف.
القائد عبد الفتاح السيسي لما عمل مؤتمر شرم الشيخ خلى كل العالم شاهد على ان هناك اختراق، هناك تدمير للبنية الأساسية وللبشر، هناك جرائم حرب، وأكد على ان لازم الحرب تتوقف. لولا السياسة المصرية الحكيمة الرشيدة بقيادة القائد القوي الأمين عبد الفتاح السيسي ما كنا شفنا طبعا مؤتمر ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ اللي وضع ترامب وما شابه ترامب في تراك لازم يمشي فيه. النهارده بيتكلموا في مجلس الأمن على قوة دولية تحكم غزة، يعني بعيدا عن الاتفاقات اللي حصلت. بيتكلم النهارده عن قوة دولية. يعني ايه قوة دولية؟ مش حفظ سلام، بيتكلم عن قوة دولية لحكم غزة. ده موضوع هيناقش في مجلس الأمن وهنشوف الدنيا هتوصل لفين. لكن أنا وجهة نظري دي تمثيلية بين نتنياهو وترامب وحماس مشاركة في الموضوع. كل ده طبعا على حساب الشعب الغزاوي المكلوم المطحون. ننتقل لخبر المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه أمام الجمهور. إقبال كثيف من المصريين والأجانب في اليوم الأول للزيارة. جولات داخل قاعات الفرعون الذهبي، توت عنخ آمون، ومتحف مراكب الملك خوفو. فتح المتحف المصري الكبير أبوابه رسميا للجمهور، ويشهد إقبالا كثيفا منذ الصباح مع فتح الزيارة أمام الجمهور من المصريين والأجانب بعد الافتتاح الرسمي للمتحف. أجرى اليوم السابع جولات خاصة داخل القاعات الجديدة التي تم فتحها لأول مرة كقاعتي الفرعون الذهبي توت عنخ آمون ومتحف مراكب الملك خوفو. عرض كنوز الملك الذهبي. لأول مرة تم عرض كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون بالكامل في مكان واحد بعد نقلها من متحف التحرير ومتحف الأقصر والبر الغربي والمتحف الحربي، بتعرض جميعها في مساحة ضخمة تبلغ 7500 متر مربع، بعد أن كانت تعرض في المتحف المصري بالتحرير على مساحة 700 متر فقط. المتحف المصري والافتتاح الجميل والحاجات اللي بتعرض لأول مرة وتاريخنا العريق والأصالة والحضارة وفرحة الشعب. كان في يعني يوم الافتتاح أنا شاهدت بنفسي طبعا، كنت شاهد عيان على شوارع اسكندرية والشاشات العرض اللي كان عاملها المحافظ تقريبا أكتر من 22 شاشة. كنت بلف على الشاشات بشوف فرحة الناس في فرحة من قلبها حقيقة. يعني احنا ما التفناش حوالين عمل قومي وطني شديد الوطنية. من قبل كده ما عشناهوش طبعا 73، لكن عشناه في افتتاح المتحف المصري الكبير. حقيقة فخر وعزة وشرف. انا شفت ناس بتبكي في الشارع حقيقة، يعني لوحدها كده. طب انت قال لي انا حاسس ان انا بني ادم مصري فخور بمصريتي ومعتز. بنحتاج الاحداث دي شويه عشان احيانا نحس بوطنيتنا ونحس بقوميتنا ونحس بفخرنا باننا عندنا هذه الحضاره. مفيش عمل بقالنا تقريبا. كان في برضو موكب المومياوات كان رائع برضو، عمل الحاله دي قبل كده، بس الحاله دي المره دي انت لو دخلت على الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي تلاقي الناس كلها منهم انا غيرنا صورنا لا ده حضرتك ما شاء الله عامله حاله على الفيس ما شاء الله. وبدعي المشاهدين على فكره يشوفوا الصفحه بتاعت حضرتك، حقيقه ما شاء الله انت عامله حاله سكندريه جميله جدا ومتشافه صح ومتشافه قوي. يعني انا بحييكي بصراحه. ربنا يخلي كويس ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده. بص كان الناس كلها حتى البروفايل بتاعها اللي لابس ملك ولابس ملكه ولابس مش عارف ايه والفراعنه والازياء بتاعتهم يعني ما حدش بيجبر الناس تعمل حاجه زي دي. ما كانش الناس من نفسها فرحانه ومتحمسه. كل ده كان قبل الافتتاح ويوم الافتتاح وبعد كده كمان. يوم الافتتاح كان موضوع حاله من البهجه، حاله من الفرح، حاله بالفخر. يعني انا شايف كل مصري ومصريه، طفل شاب كهل مسن فخور بيقول انا مصري. انا شايف الناس ماشيه انا مصري، انا اسمي مصري. شايف حاله جميله يعني ما عشتهاش قبل كده. يعني موضوع المومياوات عفوا هو كان موضوع ممكن نقول عليه يعني داخلي،
يعني بنحرك بس كان حلو قوي برضه، حدث عالمي، كان حلو قوي وبرضه نفس الحاله والناس انبسطت جدا، بس المره دي ده عالمي، حاجه ده في قناه اكتر من 500 قناه بتغطي ده موضوع الافتتاح. وكام من المشاهير اللي ده انا شفت مشاهير مش مصريين لابسين لبس فرعوني من الجمال، من اللبس، عفوا مش فرعوني، احنا يعني قدماء المصريين يعني لبس اجدادنا المصريين، فدي ناس ملهاش علاقه بالجنسيه المصريه، فلما يلبس اللبس الخاص بقدمائنا المصريين او اجدادنا ده موضوع فخر حقيقه. يعني احنا عشناها، كان يوم من اروع الايام في الحياه المصريه، وده يرجع الفضل فيه بعد ربنا للي ربنا نصره، القائد عبد الفتاح السيسي، ربنا نصره والله، ربنا نصر عبده عبد الفتاح السيسي مع كل اللي مر على مصر وكل اللي شفناه، وكانت الاتهامات والإساءات لا، ربنا نصر عبده في اليوم ده عبد الفتاح السيسي، والله بقولها من قلبي، مش لا عايز منه حاجة ولا تأثير الافتتاح ده على الهوية المصرية والثقافية دي حقيقة. يعني الناس بتروح تشوف المتحف، أنا نفسي أروح، لسه ما رحتش بس نفسي أروح، كبير جدا، محتاج يوم او يومين عشان يعني تتفرج عليه بقى وتقرا المكتوب وتعرف الخلفيات بتاعت الحاجات دي. مكان عرض الملك توت عنخ آمون فقط يتعدى 7000 متر فقط. يعني القطع بتاعت والاول مره كل الحاجات دي في حته واحده يعني كانوا منتشرين طبعا في الاقصر وفي البر الغربي وفي المتحف المصري القديم اللي كان في التحرير. برضه المتحف المصري جميل القديم طبعا بس ده بس كون ان احنا نجمع كل هذه الثروه الانسانيه في بيت فخيم زي المتحف المصري كده، ده حاجه يعني جميله، فخر، صحيح. حاجه فخر. صحيح. طيب ده كان اخر خبر معانا، بس قبل ما ننهي فقرتنا بس كنت عايزه حضرتك تكلمنا عن استكمال مترو اسكندريه، نختم بخبر حلو كده عن اسكندريه. جميل. هو في طبعا يعني استكمالا للمرحله الثانيه اللي هو بتمتد للكيلو 21. الشغل ما شاء الله شغال بوتيره سريعه ومحترمه. الفريق احمد خالد محافظ اسكندريه بيتابع لحظه بلحظه الموضوع انه هيتسلم في وقته. حضرتك عندك فكره المفروض يتسلم امتى ولا مش باين لسه؟ هي المرحله الثانيه بس عفوا عشان ما اقولش رقم يعني لسه مش عارفين. لا هو محدد بس انا للاسف احنا خلصنا المرحله الاولى هي من فين لفين؟ المرحله الاولى من اول ابو قير لغايه محطه مصر. تمام. والمرحله الثانيه الى 21 كيلو 21 محطه مصر لكيلو 21. ايوه بالظبط. فلا هم شغالين بوتيره سريعه جدا وان شاء الله باذن الله هيتسلم في مواعيده يعني. هيوفر وقت كتير على الناس، نقله حضاريه، خصوصا اللي بينزل يركب حاجه تانية عشان مش عارفه يروح فين، يعني بجد هيبقى حاجه موضوع ونقله حضاريه لاسكندريه. دي حقيقه. اسكندريه طبعا كوزموبوليتان زي ما حضرتك عارفه، وحضرتك بتقدمي على الصفحه بتاعتك. انا معجب قوي بالموضوع ده. حضرتك عامله حاله سكندريه حقيقه جميله. انا شديده السكندريه. ما هو واضح. لا واضح يعني، وكلنا شديد ده انا سكندري الهوى والهويه يعني. اكتر من 200 سنه الاسره يعني. فيعني انا بشكر حضرتك جدا، وبنتمنى المترو ينتهي بسرعه عشان هيوفر على الناس وقت كتير ومجهود كبير، واتمنى تكون برضو التذاكر في متناول الناس اسعارها، وهيربط اسكندريه كلها ببعضها من هنا لغايه هنا، يعني ان شاء الله يبقى ويسهل على الناس الحركه. مشروع نقل حضاري. معلش هو دلوقتي في طبعا تكسيرات وفي تعطيلات لكن شويه وكل بس ده الناس يعني انا متفهمه جدا. وكان الاول لو حضرتك، لا يعني مثلا احنا بنتكلم النهارده، طب ما نعمل فلاش باك ل10 سنين فات، كان في تذمر وفي لا ازاي وزحمه لما الناس بتشوف انتاج قدامها، لا خلاص كده الموضوع كمان ويستخدموه بيطمئنوا يعني احنا شفنا ده على كوبري 45 الدولي. صحيح. لا الناس بتتعامل وفي تصالح مع الموضوع. لا انا عارف ان ده بيحصل عشان خلاص كده هيريحنا. صحيح. يعني دي ثقافه السكندري. صحيح. استاذ ايمن بشكر حضرتك الف شكر، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. ومشاهدين هنطلع فاصل سريع نرجع حضراتكم على طول، خليكم معانا.